واش الدراري سلام الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم سفيان من قناه روايات مع مزواري. اليوم الدراري جيت جبت لكم قصه واحد الدري امين. القصه اللي انا براسي كرني فيها الفضول، وبالنسبه للشخص اللي تيعاودها ما قدرتش نقول له حبس ولا اسكت، حيت ملي كنت نسمعها بان ليا فيها شلا مثال وشلا ما يتقال. سياجي هما ليا، خليوكم معايا واسمعوا ليا مزيان وركزوا معايا في هذه القصه هذه. نعاود عليكم كي الخرافه. كنت قاعد في واحد المجمع الاصدقاء، وكيف راكم عارفين يلا صوفت القناه ديالي وتنشاركها مع هاد الناس ومع هاد الناس وهاد الناس. كنت قاعد في وسط واحد المجمع، واحد شو هذا الانسان ما تعرفو ما تعرفني، كان جالس هو واحد الصديق ديالي. طارو الفضول بيعرفني اش داير في القناه ديالي، جا سولني وقال لي عافاك اخويا بغيت نسولك شنو داير في القناه ديالك. قلت له خويا انا داروي القصص الرعب، قصص الحب، قصص الاثاره، طلع اي حاجه. قال لي عافاك ودرت لك عار الله الا ما دوز لي القصه ديالي. هاد القصه هادي تستاهل تقعد وتصنت ليا وجيب شي كويس القهوه واعطيني ودنك وركز معايا كيف ما ركزت فيها انايا. وكان وعدك وتنضمن لك انك ما غاديش تمل منها، حيت عامره كامله باطارات وستاج تيدوزك لستاج، وحاجه تدوزك في حاجه، وامين تينوض وتيعاود يهبط وغادي في الدنيا وغادي باراده الله تعالى. سياجي هما ليا، خليكم معايا وندخلوا في القصه. قصتنا اليوم قصه امين، واحد الولد اللي كان عايش في الخير والخمير وما كان خاصو حتى خير، حتى صبح واحد النهار ربنا خلقتنا لا حنين لا رحيم. كيفاش وشنو وقع وعلاش هادشي اللي غادي نشوفوه كاملين ومجموعين. امين سيادنا واحد الولد اللي كان خلوق وانسان الله يعمر هذا، كان انسان مجتهد في الحياه ديالو في الدراسه ديالو، كان عزيز عليه المعانده، كان تيبي يجي هو الاول في كل شيء. امين سيادنا عنده جوج خواتات، هو الثالث، هو الاخراني، هو الصغير فيهم، هو خر المصران كي تنقول. كانوا عايشين سيادنا واحد العيشه اللهم بارك اي واحد يتمنى يعيشها، ولكن كيف كيقول المثل اللي لا يتبعك عين البشر، حيت الا تبعوك يطيحوك واخا ما عرفت فين توصل. الله ينجينا وينجيكم، الله يتبعنا ويتبعكم الصحه والسلامه سيادنا. اليوم سيادنا اليوم هو 26 شهر 8 1993، النهار اللي غيتات فيه امين وغيحل عينيه في الدنيا، النهار اللي غيصرخ فيه امين الصرخه الاولى في السبيطار، والنهار اللي غتخلق فيه السعاده في وسط الدار ديال امين. حيت سيدنا كانت الام ديالو والاب ديالو الامنيه ديالهم الوحيده ماشي الجاه والمال، وانما الله يرزقهم بطفل اللي يهزوا به راسهم قدام الناس وقدام العيان. كيف تنقولوا سيدنا ضروري من العائله يكون فيها الراجل. جوج بنات واخا هكاك ما كانوش معمرين العين، ولكن منين جا امين سيادنا شلا حوايج تبدلوا، كلشي ولا تيهدر بامين. ارى امين، هز امين، حط امين، اشخاص امين، عندكم امين، جيبوا امين. كانوا دايرين ليه بحال الملك، هو اللي عندهم وهما رجاهم داروه كاملوا فيه. بقات غاديه قصه امين هكاك، حياه عامره بالسعاده ومليئه بالفرح والسرور، وكل شيء ولا تيهز بامين، كل شيء ولات الميمه ديالته والاب ديالو ولا راسهم وعنايتهم هو امين. حتى نهار اللي جا فيه، النهار اللي كمل فيه امين 5 سنين تبارك الله. الولد كبر ولا تيمشي للمدرسه، قيدوا الوالدين ديالو في المدرسه. كان طفل ذكي بزاف وشخصيته قويه من صغرو، الا قال كلمه ما كيرجعش فيها، واللي بغاها تيخصها تهضر. واحد النهار سيادنا الاستاذه ديالته لاحظت فيه واحد الميزه في شكل وجاتها غريبه، وطرحات واحد السؤال في راسها، علاش داك الولد داير هكاك. امين سيادنا كان واحد الولد اللي منعزل وما كيتخلطش مع الناس، ما عنده لا احباب لا صحاب. كان واحد الدري سيادنا دايرين ليه والديه واحد القضيه اللي هي من الدار للمدرسه ومن المدرسه للدار. كان كلشي موفر ليه الدار، ما كيخرج ما كيهضرش، الشمس تيشوفها الا باه يمشي لمدرستو، وفي الليل بيان سور راه تيرجع في العشيه. سيادنا الحياه هنا ديال امين بدات تكون، هنايا بدات تكون شخصيه ديال امين، وهنا بنا نبداو تنعرفوها منين جات وكيفاش جات وعلاش جات. كلشي تيرجع من الوالدين سيادنا. احنا بدينا، ركزوا معايا مزيان، حنا في البدايات سيادنا، ما تحاولوش تفكروا في شي حاجه، ركزوا معايا ويلا ونمشيو.